السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل بقى كيكة كده حلوة. عملنا مع بعض حلويات كتير. هسيب لكم الوصفات ان شاء الله في صندوق الوصف. زي ما انتم شايفين كده كيكة اسفنجية وهشة جدا بالطريقة العجيبة، طريقة حلوة قوي. كيكة الفانيليا بأسهل وأبسط المقادير، بيضتين بس وهنعمل بيهم الكيكة القمر دي. ارتفاع حلو قوي، وكمان القوام زي ما انتم شايفين فاتحة ولونها حلو قوي وطعمها عايزة اقول لكم يعني ضايقاه دلوقتي وانا بكلمكم. يلا بينا بقى نبدأ بسم الله، ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف الكيكة القمر دي ازاي هنعملها ببيضتين، وايه الطريقة العجيبة اللي هنعمل بيها النهاردة. أول حاجة كده بتجيبي بولة ونحط فيها المواد الجافة اللي هنستخدمها. كمان النهاردة هنعمل الكيكة من غير ما نحط فيها حليب خالص. سموا كده بسم الله وابتدوا بقى عايروا الكوبايات بتاعة الدقيق. هنستخدم الكوباية اللي بنشرب بيها الشاي، أي كوباية هتستخدميها هتكملي بيها وتقيسي كل المقادير بتاعتك لحد ما تخلصي. زي ما انتم شايفين كده حطينا كوباية وادي الكوباية التانية. ما تمليهاش للآخر عشان ما تبقاش الكيكة مكبوسة معاكي. هنحط 3 كوبايات، ادي الكوباية التالتة. يبقى احنا كده حطينا 3 كوبايات من الدقيق، وهنبتدي نحط عليهم بقية المكونات الجافة. طبعا كيكة يعني لازم هنحط لها اي حاجة من المواد الرافعة. ضروري ما تكتريش في المواد الرافعة عشان ما تبص منك. لو عندك باكت كامل اللي هو علبة يعني بتاعة البيكنج باودر، هتحطي منها معلقة كبيرة. لو عندك الباكيتات اللي بتتشرى اللي هي على طول باكت، هتحطي باكت واحد من كيك شيف او من بيكنج باودر. بس الكيك شيف بيبقى افضل، بيخلي المسام بتاعت الكيك احسن عشان فيه محسنات. حطيت الباكت كله زي ما انتم شايفين كده للمقدار ده، 3 كوبايات من الدقيق الباكت بتاع الكيك شيف كله. اتمنى بقى تعملي لايك وتشتركي معانا في القناة لو عجبتك الطريقة بتاعت النهاردة بإذن الله. انا هنا كده فاضل لي هحط 3 معالق تانيين من الحليب البودر، علشان النهاردة هنعملها بالمية بس. لو ما عندكيش حليب بودر تقدري عادي تعمليها بالمية، بس الحليب البودر بيديها طعم حلو قوي. خلصنا كده المواد الجافة نركنها على جنب ونبتدي نجيب الخلاط. هنعملها برضو في الخلاط النهاردة من غير مضرب، زي ما شفتوها في الأول بالمنظر الحلو ده، معمولة في الخلاط. أهم حاجة نحط المقادير بتاعتنا مظبوطة. نفس الكوباية اللي عايرنا بيها الدقيق هنحط بيها كوباية ونص من السكر. صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وانتوا بتعملوا الحاجة تسموا دايما، وتبقى حاجتكم كده فيها بركة بإذن الله. هنحط كوباية كاملة من المواد الدهنية، سواء هتحطي زيت على سمنة، سواء هتحطي زيت بس أو سمنة بس أنا هنا حطيت زيت على سمنة. تقريبا كان كوباية إلا معلقة صغيرة. حطيت معلقتين سمنة زي ما انتوا شايفين كده، ما كترتش كتير في السمنة. يعني لو هتعمليها كلها برضو بالزيت هتبقى حلوة قوي. بصوا شايفين الحتة اللي ناقصة؟ نفس الحتة اللي كانت بتبقى ناقصة في الدقيق وفي السكر وفي كل الحاجات اللي احنا عايرناها. المقادير دي مظبوطة جدا جدا، هتطلع معاكي كيك ناجح جدا. من اول مرة هتجربيها اهم حاجة تظبطي درجة الحرارة بتاعة الفرن، هيطلع معاكي حلو قوي وهيبقى مظبوط. الطريقة مختلفة عن اي طريقة كنت جربتيها قبل كده. حطيت هنا بيضاية وادي البيضة التانية. كل المكونات اللي معانا تقريبا سهلة واقتصادية، مش هتكلفك حاجات كتير. وهبتدي دلوقتي اضربهم في الخلاط واجيبهم بعد ما يتضربوا. بس لازم هنحط فانيليا طبعا عشان ما تنسوهاش، بتدوا ريحة حلوة قوي للكيكة بتاعة الفانيليا. بيبقى ريحتها حلوة قوي لو حطيتي مثلا بشر برتقان او بشر ليمون لو ما عندكيش فانيليا عشان الزفارة. هيتضربوا وهيبقى القوام بتاعهم تقيل زي ما انتم شايفين كده، مش هيبقوا خفاف لان احنا ما حطيناش اي حاجه سايله، ما حطيناش ميه وما حطيناش حليب. الميه هتعرفوا هنضيفها امتى، وهي دي الطريقه العجيبه. هتبقى عجينه معاكي كده في الاول، بس بعد كده هيبقى القوام بتاعها ولا احلى ولا اروع. اوعي تكوني بقى ما عملتيش لايك لحد دلوقتي. زي ما انتم شايفين كده بصوا القوام بتاعها تقيل ازاي، كاننا حاطين عليها دقيق. اهم حاجه السكر يدوب كويس في الخلاط. بعد ما هنضيف الكمية كلها ونفضل ننزل كده بالاسباتيولا من الخلاط، وما نسيبش اي حاجة في الخلاط عشان المقادير تظبط معاكي. هبتدي اقلب المواد دي مع الدقيق لحد ما كل المواد تتجانس. اهم حاجة ان الدقيق على قد ما تقدري تكوني نخلاه. انا هنا كنت مستخدمة الضحى وكنت لسه جايباه، والضحى بيبقى حلو قوي مش بيحتاج يتنخل. بس اهم حاجة انتي لو نوع الدقيق مش ضامناه او جايباه من عند العطار ضروري تنخليه. هقلبهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالمعلقة، بالسباتولا بمعلقة خشب، لان المضرب في الوقت ده مش هينفع خالص، لان القوام بتاع الكيك بيبقى ناشف جدا، لان احنا ما ضفناش اي حاجة فيها سوائل.
كل اللي احنا ضايفينه مواد دهنية مع البيض والسكر والدقيق. انا هنا بقى بسم الله كده هبتدي اجيب بنفس الكوبايه اللي كنت بعاير بيها المواد الدهنيه عشان نطلع السمنه اللي فيها كلها. هبتدي اضيف كوبايه من الميه المغليه. الكيك بتاع الحليب الساخن او الماء المغلي بتطلع حلوه جدا جدا جدا. الميه المغليه بتفرفش الكيكه كده وبتخلي القوام بتاعها ناعم وسلس كده، وبيبقى حاجه بصوا تستاهل بقكم. زي ما شفت شكلها في الاول الوش بتاعها بيبقى بيلمع جدا، واللون بتاعها بيبقى مظبوط، والقوام بيبقى ولا احلى. خلي بالكوا بقى في الوقت ده هتبقى تقيلة معاكوا في الأول، لأن احنا هنضيف كوباية ونص من المية السخنة، مش هنضيف كوباية واحدة بس، هنضيفهم بالتدريج. يبقى كوباية ونص من السكر، عليهم كوباية ونص من المية، عليهم بيضتين، وعليهم كوباية من السمنة على الزيت، وتلات كوبايات دقيق، وكيس كيك شيف، وتلات معالق حليب بودر. لو مش موجود الحليب البودر تقدري تستغني عنه. انا ضفت نص كوباية بتاعة المية السخنة تاني قبل ما تبرد، وهبتدي اكمل تقليب فيها. في الوقت ده انا ممكن اشيل المعلقة وابتدي اقلب بالمضرب السلك، بس ما تزوديش ضرب كتير عشان الكيك ما يهبطش معاكي. كتر التقليب بعد ما تحطي الدقيق على المواد السائلة لما بتقلبي كتير بيخلي الكيك ما ينفش معاكي في الفرن، او حتى لو نفش للاخر بيرجع يهبط تاني، لان الدقيق بيبقى عمل عرق. فضروري اي كيك تعمليه بعد ما تحطي المواد السائلة على المواد الجافة ما تقلبيش كتير. كل اللي انت عايزاه ان الخليط يبقى ناعم. انا هنا كملت بالمعلقة، تقدري لو عايزة تعملي بالمضرب برضو مفيش مشكلة، بس بالمضرب اليدوي مش بالمضرب الكهرباء، عشان ما تعمليش عرق للكيك. اهم حاجة ان القوام بتاعه يبقى سايل ما يبقاش مكلكع. هقلبهم كويس جدا وهوريكم القوام بتاعها المظبوط، علشان خاطر ما تعمليهاش وتبقى مكلكعه وتلاقي جوه حتت كده زي العجين، لان هي في الاول بيبقى القوام بتاعها ناشف زي العجين، لما بتضيفي الميه السخنه بتبقى ناعمه بالشكل اللي هوريهولكم دلوقتي. بصوا مفيش اي حاجة منها بتبقى فيها كلاكيع. بصوا ناعمة خالص ازاي. لو لاحظتوا ان البيكنج باودر بيعمل فقاعات دلوقتي، فاحنا دلوقتي لازم نبقى سخنا الفرن على درجة حرارة 180، وهنحط الرف اللي في النص ونحط عليه الكيك بعد ما الصينية بتاعة الكيك بعد ما نبطنها بالدقيق والزيت او بالدقيق والسمنة، وهنحط كده نصب الخليط كله كامل كامل، ونلم كل اللي موجود في البولة ونحطها في الفرن. بتاخد من 35 دقيقة ل40 دقيقة، بتراقبيها وطبعا بتخلي بالك من اللون بتاعها. اول ما يبقى اللون بتاعها من بره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده تختبريها بخلة وتطلعيها. ما تطلعيهاش على طول من الفرن، تسيبيها في الفرن على الاقل نص ساعة عشان ما تهبطش منك. بعد كده تطلعيها وبألف هنا وشفا، ما تقطعيهاش غير لما تبرد. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، باي باي.